صباح الخير، تعالوا نعمل احلى اجنحه مقليه من غير ما نستخدم ولا بيض ولا لبن ولا حتى بقسماط. علشان احضر التتبيله استخدمت كوبايه الا ربع من الدقيق، ملح، معلقه كبيره من توابل الفراخ، معلقه صغيره من الثوم البودر والبصل البودر والبابريكا وجنزبيل بودر وفلفل اسود وكاري وشطه، نص معلقه صغيره من الروزماري وحبهان مطحون، ربع معلقه صغيره من لون الزعفران، معلقه كبيره من الثوم المفروم الناعم ودبس الرمان والباربيكيو صوص والهوت صوص ومعلقتين كبار من عصير الليمون. وهعجن بقى الخليط ده بميه لغايه لما اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، ولا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي. هتبل بقى فيه الاجنحه، ويا ريت لو قبل بيوم. علشان احضر الكراست استخدمت كوبايه وربع من الدقيق، 3 معالق كبار من النشا، وهحط من نفس التوابل البودر اللي انا استخدمتها بس بكميات قليله. ولما تحطي الاجنحه في الدقيق بلاش تضغطي عليها زي البانيه، انت هتدحرجيها كده في الدقيق وتشيليها وتنفضيها وترجعي تحطيها تاني وتنفضيها، وهكذا 3 4 مرات علشان تعمل الوش المكرمش اللي كلنا بنحبه ده. وهتنزل بقى على زيت سخن جدا بس على نار متوسطه، وما تلمسهاش ابدا، واول ما تاخد لون من على الجنب ده تقلبيها على الجنب التاني وبس كده.